أسعد الله مساءكم من جديد، وستارك حابب يقول لكم يلا بينا نبدأ الحلقة. للي ما شافش الحلقتين بتوع ستارك كلب ألاسكان ملاميوت عنده 5 سنين، واتكلمنا في نقطة السن ده مهم جدا تبقى عارف تتعامل معاه ازاي. رجعت معاه الاوردرات كلها واديته اوردر ستاند انه يفضل واقف على رجله الاربعة. بعد كده ناديت عليه وقلت ادلعه كده شوية عشان نبتدي ناخد الخطوة النهارده في السيشن الثالثة على سبيل ان احنا نبتدي ننزل الشارع والكلب يلتزم. اخدت الكلب وقلت له يلا بينا يا قلبي ننزله. الكلب جه يسبق في الباب فبديت اقفل الباب عشان اعرفه ان انت لو طلعت ممكن الباب يخبط فيك. بعد كده جيت انزل على السلم عرفت انه بيشد، سبته ينزل للاخر وبعد كده قمت سحبه يطلع لفوق تاني عشان يبقى فاهم ان انا لما انزل ينزل خطوه بخطوه زي ما انتم شايفين كده. لان كمان كان بيستعبط في البيت مع ناس يعني ممكن يلتزم مع الدكتور أو صاحبه الاساسي ويدلع مثلا مع اخته او مع مامته. فالمهم ان انا ابتديت اطبق الموضوع برضه في الدخله لحد ما ابتدى ان هو كمان يطبق الاوردرات كلها في الشارع ويلتزم. غير ان هو كمان يا جماعه لازم تبقى صابر على الكلب طالما عنده 5 سنين زي ما قلت لكم، وهو الحمد لله مديني نتائج كويسه اكنه كلب صغير. ولكن برضه جه في الحصه اللي فاتت انا ما قلتلكمش على الموضوع ده، ولكن هو اتعصب عليا شويه. عرفت كمان ان هو ممكن كل ما بيقف في حته يروح جاي واقف يقعد يشمشم ويشد، فانا ابتديت انبهه ان هو كل ما يقف ببتدي ان انا بكسر اتجاهاتي بشكل مفاجئ عشان يبقى فاهم ان انت لو انت هتنتبه للحاجه اللي انت بتعملها انا كسرة اتجاهاتي هتضايقك. فابتديت اعدي من حوالين الشجره، ولما جه يعمل على العربيات طبعا ده الموضوع ده بيضايق اي حد راكب عربيه، اديته كوركشن خفيف ما بين منطقه البطن والفخذ عشان ارفض الفكره، لحد ما خليته يبقى واقف قدام اي حاجه ما بيشدش وماشي معايا خطوه بخطوه. وبعد كده هبتدي ان انا اديله اوردر ستاند قدام الشارع وفي عربيات رايحه جايه، ولكن اتاكدت ان في عربيات مسافه كبيره بحيث ان هو لو اتقدم ولا حاجه او جه ورايا ابقى مطمن ان الموضوع يبقى زي الفل. وبعد كده عديت الشارع الناحيه الثانيه ولقيته ملتزم، وكان في واحد معدي كان غالبا بيقرا الحديث في سره عشان الكلب ما يلفش عليه، وانا كنت برقص كده بحتفل ان الكلب كان شاطر، وابتديت ان انا احتفل بيه. وفي الاول وفي الاخر ما تنساش تنشف وتقول نشفت وتجمدي وتقول جمد ويا بطاطس، وتتفرجوا على بقيه الحلقات. ويلا بينا نسمع المعلومه. عشان لما اقول لك يا ليفا ملوش علاقة نوع الكلب ولا سنه تبقى انت عارف. كلب 5 سنين وكلب الاسكا، يعني انت عارف ان الكلاب دي اصلا عنيدة بغض النظر عن الصوت العالي. هنعمل لكم ان شاء الله عزل ان شاء الله يعني تبقى الكلمات واضحة، ولكن لما انا اقول حاجة لازم تبقى فاهم، لان انت بالظبط يعني زياد رحال ده يعني الثقة ملوش علاقة بزنوسي بس يعني الثقة. ففي النهاية كده انشف وقول شفت وجمادي وقول جماد واسمع كلامي وما تراجعش ورايا.